سي اسماعيل، واش كاين لاعبين قادرين يصنعوا الفارق هذا الموسم؟ فريق الرجاء الرياضي شفنا بعض اللاعبين او ابناء الدار رجعوا من جديد كبدر بانون تبارك الله ايكونيك، او اللاعب الاسطوري اللي داز فريق الرجاء الرياضي بالشخصيه ديالو في الدفاع، كيفاش غادي يعطي حتى هذيك التجربه ديالو. وشفنا كذلك انتداب لاعبين اللي ديجا لعبوا في فريق الرجاء الرياضي. واش كتشوف انه التركيبه البشريه الحاليه ديال فريق الرجاء الرياضي ممكن انها تصنع الفارق، ام انه مازال ننتظروا انتدابات اخرى؟ شوف سي عبد الوهاب، كون واضح معك، دائما تنقول لك الوضوح زوين. هو باش ما تقيدش عليه شي حاجه. اليوم كاينين لاعبين اللي جيدين، حتى البولكسوت بالعامري، صابر بوغرين، ممكن لا ديفونس ما يبقاش عندك مشكل برجوع بدر بانون، كاين عندك خفيفي مشخشخ الراسي اللي تمات المنادات عليهم ليكيب ناسيونال محليين، لا هو لا المشخشخ. بولكسوت بالعامري قلت ميليو تيرا جا اترونجي او محترف اللي نتمنى انه يقدم الاضافه. ولكن في عداتي في السنوات الاخيره سي عبد الوهاب اللاعبين اللي مروا كنبدا نامن بحاجه وحده، كاينين الناس هما الادرى. اليوم جا مدير رياضي، كاينين الناس كدير انتدابات بليس المدرب عارف المكامن الخصص ومكامن في عنده مكامن القوه ومكامن الضعف. ولكن ندوي لك على واحد الحاجه مهمه، ما يمكنش في هاد الفروق اللي كدوي على رجاء وداد جيش انهم ما كتكونش الدره بنفس لو بوليفالونس باش تخلق جروب سوليد وجروب تنافسي. كذلك ممكن المدرب يكون عنده جميع لي بلون، انه كيكون عندي بالعامري عندي بالعامري خصني لاعب لو دوبلور بنفس كاليتي الكاليبر اللي عند بالعامري باش نخلق انا كونكيرونس بعدا في النادي. الا بغيت ننافس ملي كنكون كننافس على الالقاب ولا كنلقى عندي نفس جوده اللعيب. الا غاب الطيرارات سواء التوقف سواء كذلك الاصابه، وهذو عوامل، لانه كاين دو ريسك دو ميتي، منه الاصابه منه التوقف ومنه كذلك مرحله فراغ اللي كيمر مره اللاعب. ضروري ما غيمر مرحله فراغ لا في الموسم، تقدر تجي لاعب مباراه، وذاك هو اللاعب الجيد اللي كيعرف كيفاش يخرج من مرحله الضغط دغيا في اسرع وقت ممكن. اليوم خاص نفس لو كاليبر يكون. كتهضر على بولكسوت خاص يكون عندك لو ميم دوبلور ديال بولكسوت، خفيف والمقدم قلت فلاكس ما عندكش ميليو ديفونسيف نفس الشكل، ميليو اوفونسيف نفس الشكل. سوا ديزون ندوي معاك في الجينيراسيون ديالي انا، في الجينيراسيون ديالك انا كنت لعبت مع 4 العشراوات في المغرب. الا جيتي تحطهم في البطوله من احسن 4 العشراوات كاينين في المغرب دازوا في المغرب. كدوي على الصالحي، كدوي على بيتولي، كدوي على الحفيظي بلوس الشطيبي. شحال عندك من صانع العاب؟ 4. لاطاكو واش غيديروا ليه؟ هي هو يطلب بلاتي تكيسوا عليه شويه عاد تعاودوا خرجوني. يعني يلزمك هاد اللاعبين هادو يكونوا متواجدين. الا بغيتي ترجع فريق لازم تكون تنافسيه في التدريب، تنافسيه تبريباري على طوال الاسبوع. ما كايناش تيتولر انديسكيتابل. شي في الرجاء وفي الوداد فرق كبيره ما خصكش تكون كديسكوتي كتقول هذا لاعب اساسي. لا، الاساسيه كتخاد يوم الاثنين، كتكون اجور في الاثنين الثلاث الاربعاء الخميس الجمعه في التدريب ديالك باش تكون اساسي يوم المباراه. لان غنرجعوا لهاد الاشياء غيولي عندنا فرق اللي قويه وفرق اللي يضرب لها 1000 حساب. هاد الاشياء لحد الان ما كتبانش لك كاينه، اما حد باقا ما كايناش. ضروري خصك ديما على مستوى التقنيه تحط على الاتفاق، نشوف بدايه الموسم كيفاش تجي. حتى المباريات الاستعداديه خاص ملي كنقرب البطوله خاص يكونوا مباراه. الان سي عبد الوهاب ندوي على الرجاء دابا. الرجاء غنبغي نبريباري خطه ديال العام الجاي باش السي اسماعيل، باش انا نسولك انت ماشي انت تسول دابا، انا سولتك. الرجاء غتبغي تبريباري العام الجاي باش غتوجد الخطط ديال العام الجاي باش السي اسماعيل. عندك 6 لاعبين يمشيو للمنتخب المحلي، باش غتحط الاسس ديال السنه المقبله. وهذا مشكل حتى هو بريباراسيون. واش هذاك اللاعب غيوصل اوطوب كذلك في المنتخب المحلي؟ وهذا هو اللي نتمناه. اللاعبين اللي تمت المنادات عليهم سواء ديال بركان سواء ديال الجيش سواء ديال الرجاء ولا ديال الوداد توقف على المد. خاص يكون في منتخب محلي. ممكن واش غدوزي راه تابعينو ماتشات، راه دوزي بلونطريمون وتلعبوا ماتشات، يقدر يتصاب لاعب.
هذا مشكل كبير. واش لاعب واصل للمستوى البدني اللي يخلي انه ياخذ كومبيتيسيون موجود؟ اوريزمون الرجاء بدات شويه بكري، يعني اللاعبين هادو اللي مشاو على الاقل تقريبا جوج لاعبين غيبقاو في فريق الرجاء البيضاوي، ما كتهضر على بوكسوت بالعامري صابر بوكرين هادو كلهم غيبقاو. ولكن ملي كنهضر على غنبريباري اسلحه ديالي للعام السنه المقبله وكيفاش غنواجه الكره، راه ملي كنمشي بريباراسيون كنعرف الفروق، ولكن راك ديما كنبقى الفروق عندهم كيبقاو كيحافظوا على بعض اللاعبين. كتكون قراءه عندك حتى الخصوم كيفاش غتلعب معاهم، كيفاش كتبريباري. وهذه علاش كنقولوا لا كونسونطراسيون في بدايه الموسم مهمه، لانه اي كونسونطراسيون في بدايه الموسم هي اللي كتخليك تاخذ موسم كروي وطوب نيفو. بريباريتي مزيان غتلعب مزيان. انا نعطيك رجاء السنه الماضيه لاعبين مشاو تربصات، عاد كتسمع كل لاعب كيجي لا كونسونطراسيون اوتوماتيكمون ما تسناش مردود. ملي كنهضر على بريباراسيون خصنا نكونوا كاملين، كنمشيو كاملين، كنجيو كاملين، كتنصار كنوصلوا اوطوب مستوى واحد، مستوى البدني الفريق ككل. فوالا ما كيكونوش فوارق، ما كنلقاوش بوست فيه لاعبين ممتازين ولاعبين ما كاينينش ولا لا. انا نعطيك السنه الماضيه بغيتي ولا كرهتي هاد السي عبد الوهاب، جميع اللاعبين في فريق الرجاء طولات عندهم مرحله فراغ، منهم حتى صابر بوكري كان في مرحله فراغ، اذا النفاتي كان مرحله فراغ طولات، ما بعد الموسم حتى جلس عاد حاجه اخرى. هي الرجاء عاوتاني السنه الماضيه فلسفه ديال تغيير المدربين خاطئه. راه ديما تنقول لك واش اللاعب المغربي واجد تكتيكيا وكافي ما يكفي تكتيكيا باش تجيب لي 3 ولا 4 المدارس مختلفه. راه المدرب كل مدرب عنده عقليه، عنده افكار، عنده واخا هذا المدرب تجي واش اللاعب المغربي ناضج ما يكفي تكتيكيا باش تبدل لي مدارس بزاف مختلفه تدريبيا. وهنا فين جو فريق الرجاء البيضاوي تيداب بالنسبه لي انا تهضر على المكعازي بدر بانون، هادو ابناء الدار كيعرفوا الدار، كيعرفوا الضغط، كيعرفوا الضغوطات اللي متابعين بها، كيعرفوا كذلك القاعده الجماهيريه اللي كاينه في الرجاء البيضاوي، ومامنين حتى بالبروجي اللي جاي جديد ديال السي زياد. نتمنى انه يكتمل. اليوم كتشوف كذلك كيوقعوا مع لاعب اخر بالنسبه لنا، لاعب اللي كان ابن مدرسه فريق الرجاء البيضاوي مشى للديار الاوروبيه لعب، اليوم كيرجع الاحضان ديال فريق الرجاء البيضاوي. نتمنى انه يعطي البلوس، نتمنى انه يقدم ما يمكن تقديمه، لانه فريق الرجاء البيضاوي حنا بحاجه ماسه لجميع اللاعبين اللي غينتدبوهم يكونوا يقدموا مستوى، حيت الا قدموا مستوى كبير اول حاجه ما غيكونش عائق عند المدرب، لانه اللاعبين كلهم كيبلاو بلاء الحسن اوتوماتيكمون المدرب غيكون عنده اختيارات. نتمنى حد موفق لفريق الرجاء البيضاوي السنه المقبله. وواحد النقطه سي عبد الوهاب باش نخلي شارك كذلك مصطفى الكلمه، وانه الرجاء والوداد فريقين اللي كيتنافسوا بعضياتهم، وهذا هو الجميل ديالهم. ممكن السنه الماضيه التنافس كان بانهم بجوجهم ما لعبوش على اللقب، ولكن القوه ديال الفريق كتستمد من الفريق الاخر، من الغريم التقليدي ديالو. راه دائما تنقول لك الاحترام الغريب، ولكن انك تكون احسن منه قوه ديال سنه الحياه، وديال اللي كنتمناو اننا نشوفوها. لانه الا رجعت هاد لا كونكيرونس انا قوه انت قوي، اوتوماتيكمون لا الرجاء ولا الوداد ما يكونش عندهم تخوف مستقبلا. كيبان لك انه بهاد الانتدابات، بهذا المشروع الجديد، بهذا التأني لاصلاح المنظومه ديال فريق الرجاء الرياضي، واش كتشوف انه الرجاء تقدر تفاجئ الجميع، ولا خصنا نكونوا واقعيين ونصبروا ونبنيو للمستقبل؟ راه دابا في السي عبد الوهاب، شوف الجمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي عرف بانه التريث، راه قلت لك العام اللي فات تحل مركب محمد الخامس، شي جمهور اللي كما تنقول مشتاق وعارف بانه الباص صحيحه تلقاه في الملعب. شي جمهور الرجاء كتعرف الاداء غير من اللي قرا الصبر، راه صبروا شجعوك تقريبا المباريات ديال العربي الزاولي، حتى من لي جون اللي كانوا كيلعبوا، رغم انه الفريق ما كانش كيبدا بال حسن. لو روتور كان بارفي، لو روتور كيعطيك بانك كتهضر على دوري محلي. ملي كيكونوا عندي منافسات قاريه او كنهضر على خصني يكونوا لي زانغريديون كاملين، خص الفيكتيف ديالي يكون كامل. ملي كنهضر على دوري محلي راه الباركور اللي عطات اللي دارت الرجاء في مرحله الاياب تدرس بانه الدوري المحلي ماشي قوي، فيكتيف عادي سامبل ممكن دير لقب. سوا ديتو انا ديت كانوا دزت مع اجيال في طنجه عندهم دي فيكتيف، والفيكتيف الثالث اللي جاب بدو زكي من اللاعبين عاديين دينا بهم بطوله. يعني باش تعرف بانه الدوري ماشي معيار انك تكون عندك فيكتيف كبير قوي باش، ولكن الا كدولي على بروجي باش نهيمن ونسيطر لازم يكون عندي هاد الاشياء، وهذا الشيء اللي غادي فيه الرجاء دابا. راه ممكن
مولوعه حتى هو في كشوفات ديال الفريق الرجاء البيضاوي. كيبان لك بانه كاينين دي لاعبين جون اللي ممكن البروجي خص غير نتمنى انه اللاعبين تكون عندهم دراسه، ما نكونوش جبناهم عن قناعه، عن امكانيات. هذا هو الاهم. اهم انه منين نجيب هاد اللاعبين عن قناعه، يكون الناس اللي جبتيه اكفاء. سي فري الوقت كان قصير، داكشي علاش الرجاء لو كنت دار الجمع العام قبل كانوا غيكونوا انتدابات احسن وغتكون المده عندك اطول. اليوم دابا المده قصيره قبل من بدايه الموسم، خاصك تجيب المكامن الخصائص اللي عندك. سي فري فريق الرجاء البيضاوي باقي اليوم تسناو نشوفوا مولوعه، باقي خاصنا مازال نخلقوا لا كونكيرونس دي بوست اخرين باش يكون فريق الرجاء البيضاوي مستقبلا احسن ان شاء